Alpha. البوست ده نزل من كام يوم علشان سوني هتعلن عن كاميرا جديدة، ولكن في الحقيقة هي مش كاميرا واحدة، هما كاميرتين، والكاميرتين تحت نفس الفئة، والكاميرتين كانوا معايا الفترة اللي فاتت عشان اجربهم. فخليني اقول لك ايه قصة الكاميرتين دول. فاكرين في سنة 2020 لما سوني اعلنت عن كاميرا جديدة اسمها A7C، وسي يعني كومباكت، كاميرا صغيرة حجمها صغير بسنسور فول فريم 24 ميجا بكسل، وقدرات تصوير في الفيديو كانت ممتازة على وقتها. دلوقتي وبعد 3 سنين سوني بتنزل بقى السكسسور بتاعة الكاميرا دي ال A7C Mark II. ولكن المختلف بقى هنا انها ما نزلتش ال A7C Mark II بس، ولكن نزلت كاميرا تانية معاها اسمها A7CR، ودي اول مرة اشوف الرمزين دول بيجوا مع بعض في كاميرا واحده. خليني اقول لك سوني عملت ايه في الموضوع ده. هي نزلت الكاميرا ال A7C Mark II 33 ميجا بكسل مقارنه ب 24 ميجا بكسل اللي كانت موجوده في الجيل الاولاني، ولكن نزلت كاميرا تانية تحت نفس الفئه اللي هي السي ار بقى، والكاميرا دي بتيجي بسنسور 61 ميجا بكسل في نفس البادي ونفس الحجم ونفس كل حاجه. ودول هما الكاميرتين ال A7C Mark II وال A7CR. الاتنين وانت بتبص لهم كده ما تقدرش تميز ما بينهم خالص مين فيهم مين، غير لما تبص على الاسم اللي مكتوب فوق علشان تعرف ان دي السي مارك II ودي السي ار. تعال اقول لك بقى على الحاجات المشتركه ما بين الكاميرتين دول. الاتنين فيهم نفس الفوكس سيستم اللي موجود في اجدد كاميرا من سوني لحد النهارده، وهي ال A7R5. نفس الفوكس سيستم الموجود سريع جدا والديتكشن بتاع كل حاجه تقريبا، وكمان الاتنين فيهم ال AI Processing Unit اللي موجوده في ال A7R5. الاتنين فيهم مثبت جوه الكاميرات نفسها او ايبس، والاتنين بيوصل فيهم لحد 7 ستوبس وانت بتصور فوتو او فيديو. الاتنين بيدعموا السيني تون، والاتنين بيدعموا ان انت تحط اللاتس بتاعتك جوه الكاميرا وتصور بيها، تحطها على الميموري كارد وبعد كده تعمل لها لودنج على الفوتج اللي انت بتصوره دلوقتي عشان تظبط السيتنجز بتاعتك بالشكل اللي انت عايزه النهائي من الكاميرا نفسها. الاتنين برضو فيهم الاوتو فريمنج اللي انا كنت شفته في الزي في اي 1، هتلاقيه برضو الريفيو بتاعه في الاي اللي فوق. موضوع الاوتو فريمنج ده ان انت كانت الكاميرا وانت مثبتها على الترايبود بتلاقي ان الكادر بتاعك بيتحرك جوه الكاميرا كده من غير ما انت تعمل كي فريمز ولا اي حاجه. الاتنين برضو بيدعموا الميزه دي، والاتنين برضو وما بقيناش نحس ان دي ميزه دلوقتي، بقى فيهم المنيو سيستم الجديد بتاع سوني اللي بقى اسهل بكتير وبقى احسن بكتير، وكمان الاتنين بيدعموا السوايبس اللي بتخليك توصل للاعدادات اللي انت عايزها بسرعه جدا. الاتنين فيهم ميزه التايم لابس كرييشن، او ان انت ممكن تصور تايم لابس من جوه الكاميرا، مش ان انت تقعد تصور صوره وبعد كده تعمل لها على المونتاج ان انت تحطهم ورا بعض لحد تعمل تايم لابس. هي بتطلع لك الفايل بتاعك بالصور اللي انت صورتها معموله اوريدي. واخيرا حجم الجريب اللي موجوده في الاثنين اكبر من الجيل اللي قبله واريح في المسكه بتاعتهم. كنت بتضايق شويه من الجريب اللي موجوده في الاي 7 سي الجيل الاولاني، وكمان بقى في عندك يعني باتنز هنا تقدر تعمل لها كاستمايزيشن للحاجه اللي انت عايزها، وده برده موجود في الكاميرتين وما كانش موجود في الاي 7 سي الاولانيه. امال ايه بقى اللي مختلف فيهم؟ خليني اقول لك ان حركه ان السنسورز مختلفه في نفس البادي، سنسور 33 ميجا بكسل وسنسور 61 ميجا بكسل، هي حركه صايعه جدا من سوني. ليه بقى؟ لان كل المميزات اللي احنا قلنا ان الاثنين دول بيشتركوا فيها تقريبا 99% من الناس هتبقى عايزاهم في الكاميرات بتاعتهم، ومحدش ممكن يتضايق من فيتشر من اللي انا قلتهم دول. انما الخناقه الحقيقيه اللي بتحصل ما بين مصورين الفيديو ومصورين الفوتوغرافيا هو الحجم بتاع السنسور نفسه. مصورين الفيديو عايزين حجم او ريزولوشن اصغر في السنسور بتاعهم علشان يقلل النويز في الفيديو، ومصورين فوتوغرافيا عايزين ريزولوشن اعلى في السنسور بتاعهم علشان ياخدوا اكبر قدر ممكن من الديتيلز ويعملوا كروبنج براحتهم ويظبطوا الكومبوزيشن بتاعهم في الصور الفوتوغرافيا احسن بكتير لو الريزولوشن كان اعلى. ففكره ان انت تلاقي كاميرتين فيهم كل المميزات زي بعض، بس انت في الاخر بتختار انهي فئه اللي نفعاك اكتر، سواء انا عايز 61 ميجا بكسل او انا عايز 33 ميجا بكسل، وانت اللي تختار بنفسك، حاجه عظيمه. وده طبعا كان اول واكبر فرق ما بين الكاميرتين. الفرق اللي بعد كده هو في قدرات تصوير الفيديو. الاثنين بيصوروا 4K، الاثنين بيصوروا 4K 60 فريم، والاثنين في كروب في تصوير ال 4K، والكاميرتين بيصوروا 10 بت 422 انترنالي على الكاميرا نفسها. وعايز اقول لكم على كمان فرق، هو ان تصوير ال 4K في ال A7C Mark II بيبقى اوفر سامبلد من 7K، ولكن الموجود في ال A7CR بيبقى اوفر سامبلد من 6.2K. معلش بقى لازم اقول لك على حاجه مهمه جدا، وهي ان الكاميرتين دول لما جولي بالعدسه العظيمه دي. العدسه دي هي ال 1635 2.8 الفيرجن 2، العدسه رقم 72 في الاي ماونت سيستم بتاع سوني.
اول حاجه خدت بالي منها في العدسه دي هي ان وزنها اخف، وبعد كده قالوا لي ان هي اخف ب 20% عن فيرجن 1، ده رقم مش قليل خالص. وكمان توزيع الوزن بتاع العدسه دي مختلف شويه عن اللي قبل كده، حس ان السنتر بتاع الجرافيتي ده بقى عامل لها انها موزونه لوحدها كده. وبعد كده قالوا لي برضو ان هم غيروا السنتر اوف جرافيتي بتاع العدسه دي، فدلوقتي لو انت بتستخدم العدسه دي مع بادي على جيمبل مش محتاج ان انت وانت بتعمل زوم ان او زوم اوت ان انت تغير السيت اب بتاعك او ترجع توزن الكاميرا والعدسه بتاعتك على الجيمبل تاني. وموضوع الوزن الخفيف في العدسه دي ده معناه ان انت لو بتستخدم الفيرجن 2 من ال 1635 وال 2070 وال 70-200 فانت الثلاث عدسات مع بعض وزنهم تقريبا 2 كيلو وربع، وده اخف ترينيتي سيستم في العالم دلوقتي. كمان العدسه دي بتيجي ب4 مواتير للفوكس، والفوكس بريثنج بتاعها بقى اقل من الجنريشن اللي قبل كده، وكمان المينيمم فوكس ديستنس بقت اقرب، يعني تقدر تقرب من الحاجه اللي انت بتصورها وتعمل عليها فوكس اكتر من الجنريشن اللي فات. نرجع تاني للكاميرات. طيب الكاميرات دي لمين؟ لو انت كده كده عاجبك حاجه من الكاميرتين دول، فعلشان اسمهم ان هم تحت فئه السي فانت عايز حاجه وزنها خفيف وحاجه حجمها صغير. لو انت بتصور فيديو اكتر او انت هايبريد شوتر بتصور فيديو مع فوتوغرافيا كتير، فالاي 7 سي مارك 2 هتكون مناسبه ليك اكتر. اما بقى لو انت الفوتوغرافيا هي الاساس بتاعك فالاي 7 سي ار دايركت كده هتكون الاختيار بتاعك، علشان الزياده اللي موجوده في الريزولوشن بتاعها ال 61 ميجا بكسل. لو انت بتصور فاشن، لو انت بتصور كوميرشال، لو انت بتصور ريل استيت، لو انت بتصور ستريت فوتوغرافي، لو انت بتصور اي حاجه محتاج فيها حجم او ريزولوشن اعلى في السنسور بتاعك، فالكاميرا دي هتكون اقوى في الحته بتاعت الفوتوغرافي. وبرده لو انت من الناس اللي كانت بتطمح انها تشتري الاي 7 ار 5 وما عرفتش بسبب سعرها العالي بشكل كبير، فالاي 7 سي ار هتكون مناسبه جدا ليك، لان الفرق بينهم مش قليل خالص في السعر، وبتاخد هنا نفس السنسور بالظبط ونفس الفوكس سيستم اللي موجود في الاي 7 ار 5 ونفس الاي اي بروسيسنج يونت اللي موجوده في الاي 7 ار 5، فهتكون ديل ممتازه بالنسبه لك. الخلاصه ان الحركه بتاعه الكاميرتين تحت نفس الفئه دي عجباني قوي ومكيفاني قوي من سوني بصراحه. ولو انا هختار كاميرا لاستخدامي الشخصي انا هختار الاي 7 سي ار، علشان برضو جزء كبير من التصوير بتاعي بيعتمد على الفوتوغرافيا، وهتبقى مناسبه جدا للفيديوهات اللي انا بصورها زي دلوقتي، القدرات بتاعتها هتبقى ممتازه بالنسبه اللي انا بعمله. وعلشان كده انا هعمل فيديو مراجعه تفصيلي للاي 7 سي ار، وهينزل الفيديو الجاي على التشانل دي، وهنزل اجرب الكاميرا بنفسي علشان تشوفوا الريزولوشن ده ممكن ناخد منه ايه، والقدرات بتاعه تصوير الفيديو هتبقى عامله ازاي. فلو انت مهتم بالابجريد لكاميرا من الكاميرتين دول واهتماماتك زي اهتماماتي في الاي 7 سي ار مثلا، فالفيديو ده ما ينفعش تفوته. بس كده ما تنساش تقول لي رايك في فكره ان في كاميرتين تحت نفس الفئه دي، ولو انت هتختار كاميرا هتختار مين فيهم، واستنوني فيديوهات تانية.